سلام عليكم. فتحت هاليفاكس عاصمة مقاطعة نوفا سكوشيا بكندا باب الهجرة في وجه الآلاف من العمال المهرة. وحسب تقرير نشرته CBC الكندية، فإن آلاف العمال تقدموا مؤخرا بطلبات للعمل في هاليفاكس بعد أن حققت جولة قام بها مسؤولون محليون في معارض التوظيف الدولية نجاحا أكبر بكثير مما كان متوقعا. وحضرت منظمة من هاليفاكس، وهي منظمة التنمية الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في المدينة، معارض التوظيف في نوفمبر ودجنبر جنبا إلى جنب مع حكومات المقاطعات والحكومات الفيدرالية الكندية. وجرت الفعاليات في لندن وباريس وتورونتو والرباط. وقالت ويندي لوثر الرئيسة التنفيذية للمنظمة إنهم اعتقدوا أن يتوصلوا في البداية ب1000 طلب ل35 عرض عمل من شركات هاليفاكس، إلا أن الطلبات تجاوزت 4000 طلب. وأشارت إلى أن هذا العرض جزء من مشروع تجريبي تموله البلدية، والذي خصص مبلغ $100,000 لجعل الشراكة تركز على توظيف التجار للعمل في هاليفاكس. وقالت إن معظم الوظائف التي عرضتها كانت في مجال البناء، ومن بين 4000 طلب كان حوالي ثلث الطلبات من التجار، في حين كان البعض الآخر من العاملين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصنيع والأعمال التجارية والمالية. وقالت ويندي لوثر الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة هاليفاكس بارتنرشيب إن مسؤولي التوظيف فوجئوا بعدد الطلبات التي تلقوها من العمال من بلدان أجنبية. وقالت لوثر إنهم يدرسون الآن الطلبات وسيحاولون التوفيق بين أكبر عدد ممكن من الأشخاص والوظائف المحلية. وقالت الشركة إنها تأمل في استقبال 1000 شخص في نهاية المطاف إلى هاليفاكس. ويتطلب جزء من مشروع الشراكة مساعدة أصحاب العمل في العثور على خيارات السكن للعمال عند وصولهم، نظرا لأزمة الإسكان المستمرة في هاليفاكس. وقالت لوثر إنهم يعملون مع شركات البناء المحلية للنظر في وضع وحدات سكنية في مواقع العمل أو بالقرب منها. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.